إذا شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي في مباراة في مستوى متوسط في بعض الأحيان. عموما الهدف الأول جاء لنادي الزمالك في الدقيقة 29، كرة عرضية لشيكابالا، سوء تغطية دفاعية، أحمد توفيق تعانق شباك أحمد الشناوي، هدف للزمالك. لكن بعد ذلك وسط غفلة دفاعية فادحة من جانب فريق نادي الزمالك يتمكن عبد الله السيسي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 39 في شوط المباراة الأول.